بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في يوميات أفكار وأكلات لولو. يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. النهاردة هنعمل حاجة حلوة جدا للولاد وسهلة وسريعة وما بتدخلش فرن، ومش عايزة أي حاجة، بس تابعيني وحطي لايك واشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان توصلك كل الإشعارات الجديدة. جبت قالب الشوكولاتة اللي هو سما ده، شوكولاتة مطبخ كده 200 جرام. خدت منه حوالي 150 جرام وسبت ال50. نستخدمهم بقى في وقت تاني. كسرتهم مكعبات كده وهحط عليهم شوية لبن وعلى نار هادية خالص زي الشمعة لغاية ما يسيحوا. دي احسن طريقة تسيحي بيها الشوكولاتة. في ناس بتعملها على حمام مية وحاجات كده وحركات. انا بحب بصراحة انجز عشان ما بحبش اغسل مواعين كتير وما بحبش الدوشة كتير. هما طبعا مزهقيني وعايزين حاجة حلوة بالليل، وانا مش عايزة اشغل فرن ولا خلاط ولا مواعين كتير. فقامت في دماغي الحركة دي، قلت يا بت في ثواني كده ايه اعملها لهم. يعني بصوا، حتى البسكوت بكسره بايدي الهون كده من كتر الكسل اللي انا فيه. في الكيسه بتاعته زي ما هو، ما انا كنت ممكن احطه في الكبه واضربه ضربتين وخلاص، بس لسه طبعا هغسل الكبه. يعني انتوا شايفين ان ينفع اغسل الكبه بالليل الساعه 11 بالليل؟ يعني الكسل طبعا عندي واخد حده يعني، وانا عايزه اخلص منهم ومن ذنهم واعمل لهم حاجه حلوه في السريع. فايه بصرف اموري يعني. دقيقتين كده بايد الهون على البسكوته، وبعد كده فضيها. ال3 بواكي دول اللي هما الكبار الجامبو، اللي هو الباكو ب10 جنيه تقريبا. يلا مش خساره فيهم، صارفه ومكلفه. ومش عايزه انعمه قوي، عايزاه حتت بس، حتت صغيره يعني زي ما انتوا حضراتكم شايفينه كده، ما تخليهوش بودره. على معلقتين بقى 3 جوز هند كده كانوا عندك، رشيتهم عليهم. بصوا يعني معظم الحاجات دي كانت عندي في البيت، بس طبعا اشتريت البسكوت والشوكولاته بس، وبقيه الحبشتكنات ايه من عندي عشان اعمل لهم حاجه حلوه عظمه الصراحه. تنفعك بقى ايه لو جايلك ضيوف بسرعه كده، تقدمها لهم مع الشاي او القهوه، حاجه كده عظمه يعني. تسكتي ولادك وجوزك بالليل زي حضرتك كده وكسلانه تولعي الفرن وتشغلي خلاط وكلام من ده، يلا اعملي لهم الحلو ده وسكتيهم. معلقتين جوز هند على معلقتين كاكاو خام غامق، على معلقتين سمنه من البرطمان. احنا لسه هنسيح ونوسخ ونعمل. انا بعمل الاكله دي وانا كسلانه جدا. بعمل الحلو ده وانا ماليش مزاج، بس طلع في الاخر عظمه وربنا عظمه. اعمليه وهتدعي له دعوه حلوه، وهتحط لها لايك من فرحتك. هتعمليه لجوزك وولادك كده هيقوموا يشكروكي على طول، مع انهم عاملين زي القطط يعني بياكلوا وينكروا، بس هينبسطوا وهيبعدوا عنك ويسيبوكي بقى ايه تقعدي مع نفسك كده الشويه بتاعت بالليل دول. الساعه اللي بنقعدها مع نفسنا دي ونمسك التليفون مش بيسيبونا في حالنا. يلا الحمد لله. حطيت بقى حبه لبن شويه بشويه كده، واعجن شويه بشويه لغايه ايه ما بقت العجينه طريه معايا كده وحلوه، وبقت تتكور في ايدي. طبعا لو لقيتيها بتلزق ومش بتكور معاكي، عصي ايدك بس حبه ميه صغيرين كده وكوري كوري بقى ايه بالطريقه اللي تعجبك، كبيره صغيره، حطيها في قالب، اعمليها اشكال زي ما يعجبك. انا بقى اللي جيت بالي ان اكورها كور متوسطه الحجم، يعني مش كبيره قوي ومش صغيره قوي. زي ما قلت لك، انت بتفضلي بقى بعد ما حطيت على البسكوت معلقتين سمنه ومعلقتين جوز هند ومعلقتين كاكاو خام غامق، تزودي لبن حبه بحبه كده لغايه ما العجينه تلم معاكي وتكوريها كده. حاجه سهله في منتهى السهوله يعني. كانت الشوكولاته خلاص ساحت كده، وانا كنت كورت كل الكور كده وحطيتها قدامي. على فكره عملت كميه محترمه يعني، بحاجات بسيطة جدا موجودة عندك في اي بيت. طبعا ايه بغطسها بقى ايه في الشوكولاتة كده، واطلعها احطها على طبق. تغطسي وتطلعي تحطي على طبق. حكاية يعني، حاجة كده طعم بقى، شوكولاتة على جوز هند على بسكوت، حاجة مش عايزة اقول لكم عظمة. اختراع يا جماعة، اختراع. اسهل حاجة تعمليها لولادك زي ما قلت لك، او لضيوف جايين عندك بسرعه كده ومفاجاه يعني، مع كوبايه شاي مع كوبايه قهوه. انا بالنسبه لي وحدتين دول مع كوبايه قهوه ملكت الدنيا وما فيها يا جماعه. طبعا بعد ما غطستها بالشوكولاته كان عندي وحدتين كريس كده كانوا في التلاجة كانوا هيموتوا، رحت مطلعهم مزوقه بيهم على حبه جوز هند من اللي كنا شغالين بيه، رشيتهم كده على الوش وحطيتهم بقى في صينيه ايكيا بتاعت رمضان. لسه ما استغنتش عنها، عايشه جو رمضان يعني. المفروض ان هي كانت تتغسل وتتشال بقى رمضان الجاي، كل سنه وانتم طيبين، بس ازاي على مين، انا لسه قاعده في رمضان. طلعتها حطيتهم فيها كده لان شكلها حلو بصراحه عجبني. بصوا رمت لي كميه محترمه وحاجه كده عظمه. طبعا هدوق واحده قبل ما اطلعهم للحيتان اللي بره وما اعرفش اصورهم. طبعا الحق لي واحده في السريع كده قبل ما اروح لهم يفترسوهم. بالهنا والشفا على قلبهم يعني.
طعمها تحفه. بصوا البسكوت باين فيها ازاي، مش مخليه ناعم قوي ومتغطس كده في الشوكولاته ومعاه جوز هند ومعاه بقى كاكاو. بصوا طعمه خطير والله خطير. ولما تقدمي الطبق ده قدام ضيوف تحفه. حطي لايك بقى. سلام عليكم.